عمرك ركزت يوم كامل وفجأة حسيت انك ما عملتش اي حاجة؟ طب عمرك جربت انك تشتغل ساعة كاملة بس انتجت اكتر من يوم كامل؟ ده مش صدفة، ده اسمه مبدأ ال 20/80. في دراسة اقتصادية بتقول ان معظم النتائج الكبيرة بتيجي من جزء صغير جدا من المجهود، يعني 20% من شغلك مسؤول عن 80% من نجاحك. طب ده معناه ايه بقى في البيزنس؟ معناه مثلا ان شغل كتير شكله مهم بس ما بيجيبش فلوس، وفي شوية حاجات قليلة هي اللي بتعمل الفرق الحقيقي. وخليني اقول لك امثلة. 20% من عملائك هو اللي بيجي لك منهم اغلب دخلك، فمهم تركز عليهم وتسمعهم وتديهم قيمة اكبر. و20% من المنتجات اللي بتقدمها هي اللي بتبيعها فعلا، فما تضيعش وقتك على اللي محدش مهتم بيه. واما 20% من مهاراتك هي اللي بتخليك تتميز، فلازم تطورهم واحده واحده مش كل حاجه في نفس الوقت. و20% من وقتك لو استخدمته صح هيغير حياتك، لان ساعه تركيز بتساوي نتيجه يوم كامل. اما بقى 20% من الناس اللي حواليك هم اللي بيدفعوك لقدام، فابعد عن الدوشه اللي حواليك وقرب من اللي بيخلوك تتطور. وما تنساش اهم حاجه ان 20% من الناس معاها 80% من الفلوس. فالخلاصه انك تبطل تشتغل كتير وانك تبدا تشتغل صح، يعني من الاخر تركز على ما خف وزنه وثقل ثمنه. وبس كده. لو مهتم تعرف اكتر عن البيزنس او تعمل فلوس، متنساش تعمل لايك وفولو. انا عمر درش، وده العالم من وجهة نظري.